تمت لقاءات الدور ثمن النهائي لكأس تونس، كلاسيكو جماعة الملعب التونسي بالنادي الصفاقسي. الملعب التونسي بالنادي الرياضي الصفاقسي بطل تونس 2012. أسماء عديدة من الجانبين قمصت أزياء الفريقين. غيابات بارزة للسياساس لأسباب مختلفة. بالنسبة لإدريس كواتي عنده نهارين اللي جاء لمدينة صفاقس. بالنسبة لماما غياب مش موجود، يعني ياسين الخنيسي، محمد علي منصر بداعي الإصابة. هذا هما الغيابات، معناها غيابات اضطرارية. الملعب التونسي يعاني من مشاكل حتمت عليه تغيير الإطار الفني. هشام نصيبي يعوض محمد جويرو. الظروف ترى اخذ مكاني هشام النسيبي، ولكن انا باقي معنا كمدير فني ومؤطر للفريق الاول ومؤطر يعني في الفريق بصفه عامه، باش نحاولوا نجريوا المقابله هذه ونقدموا يعني افضل ما يمكن في المقابله هذه. مستقبلي انا معناتها ما نجمش نقول لك ماهوش بيدي، انا بيد الملعب التونسي. انا جيت على خاطر جو سوي لونفون دي كلوب، فهمني. كان ترى الهيئه المديره اني يلزمني نواصل بوركوا با، كان ترى معناتها من الصالح اللي ثم معناتها واحد افضل مني كل شيء، بوركوا با اونكور. تشكيله الملعب التونسي اذا استثنينا زوز ولا ثلاثه ملاعبيه، اسامه السلامي، برهان غنام، ومروان تاج، تقريبا التشكيله كلها تشكيله ثانيه يعني من اللاعبين الاحتياطيين في الموسم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح تشكيله احنا قاعدين نشجعوا الهيئه المديره، نشجعوا في الشبان، وهذوما الشبان قاعدين يخدموا معنا، عندهم مده كبيره من اللي يخدموا معنا، وربي معاهم وان شاء الله فرصه ليهم باش يبرزوا ويشرفوا الملعب التونسي. لهشام بارك الله. المبادرة لأبناء المدرب كرول عن طريق فخر الدين بن يوسف، والإجابة سريعة بإمضاء مروان تاج، محاولة لكل فريق، ثم محاولة ثانية للنادي الصفاقسي وفات بتسديدة رأسية من فرجاني ساسي وركنية. الملعب التونسي في الهجوم، مروان تاج يعرقل، يربح مخالفة، كرة ثابتة في التنفيذ، أسامة السلامي يسدد وعلى طريقته الخاصة يسجل هدف من الطراز الرفيع، واحد بلاش الأسبقية للبقلاوة. النادي الصفاقسي يتحصل على مخالفة، عملية انتهت بمحاولة الغازي شلوف كادت تأتي بهدف التعادل. الملعب التونسي في هجوم معاكس، أوروك سريع يراوغ محمود بن صالح، يسدد كرة مرت بجانب القائم الأيسر للحارس رامي جريدي، فرصة كبيرة لإضافة هدف ثاني تضيع. انتهى بعدها الشوط الأول للمباراة. فماش اجراءات نجموا تاخذوها ضد ماما يوسفو اللي مش اول مره يمشي لتونس وما يرجعش في الوقت؟ والله هذا تو من جمله الحاجات اللي انا ما عادش نجموا اليوم نسمحوا، واحنا قابلين على مسابقه افريقيه مع كاس رابطه الابطال، ما عادش نجموا نسمحوا اللاعب كيما هذا باش يكون يعمل لنا الشطحات هذه ويعمل لنا المشاكل هذه، ولذا نتصور انا باش لازم ناخذوا فيه قرار المره هذه معناتها باي طريقه لازمنا نلقاو حل فيه نهائي. النادي الصفاقسي حاول مع بداية الشوط الثاني عن طريق غازي شلوف يتيح، والحكم هشام بارك الله يرفع في وجهه انذار ويعتبره قام بتمويه. قبل العملية أخرى لديدي ليبري بعد تحذير من بن يوسف وتدخل الحارس سعد الهمامي. هنا النادي الصفاقسي طالب ضربة جزاء بعد لمس الكرة لليد. الحكم هشام بارك الله عنده تقييمه الخاص، وقد يكون للموفيولا رأي آخر. ضغط يكبر على دفاع البقلاوة، ركنية نفذها حسام الواتي، في القائم الثاني بسام البولعابي يسدد كرة رأسية غلط بها الحارس سعد الهمامي وعدل النتيجة 1-1. هدف ممتاز للبولعابي. مرة أخرى ركنية نفذها حسام الواتي. النادي الصفاقسي ما كانش بعيد على تسجيل هدف ثاني لولا تألق الحارس الهمامي. سيطرة كلية للسياساس في الشوط الثاني. دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للقاء. الخبرة تلعب دورها، قوة شخصية كبيرة لأبناء كرول. شوفوا العملية، علي معلول بامتياز يحضر، وفرجاني ساسي بلمسة رأسية فيها صنعة كبيرة يسجل ويعطي الأسبقية لفريقه 2-1. التأهل للنادي الصفاقسي على حساب الملعب التونسي، انتصار الخبرة وقوة الشخصية. البليز امبورتون هو الانتصار، الحمد لله ربحنا وترشحنا. ما كيما قلت لك ما ثماش اليوم الاداء اللي معناها متعودين به، معناها فيو معناها تشوف التعب وعندنا برشا غيابات معناها، ما الحمد لله معناها ناقصين ونلعبوا لعبنا هكا وربحنا ورجعنا في السكور الحمد لله ربي. احساسك كنت ربحت الجمعيه اللي مشيت منها يظهر لي من استاد الصفاقس؟ احساس باهي على الغالب، هذيك واحد هذيك الظروف الحمد لله ربي. واحد اليوم في سياساس يعمل اللي عليه، نلعب مع اللي نلعب معاه نعطي معاه 100%، الحمد لله ربحنا اليوم وهذيك الفات. On a bien entamé le match.
ماركينا بونتو كنا نجموا نقتلوا المقابله فهمتني على الفرصه اللي جات لوروك مالوريزمون فهمتني تعدت اكوتي فهمتني هذيك هي الكره فهمتني اون في سو كون بو فهمتني جيسبر كو فهمتني لي جون هذوما فون كونتينيي فهمتني جيسبر كو الامور فا شونجي في الملعب التونسي هذاك هو انا اللي قدرت عليه عملته. الشوط الاول صحيح رغم اللي كنا نهاجموا لكن هدف سجله اسامه السلامي كان ضد مجرى اللعب، لكن الشوط الثاني معناها بين الاشواط صلحنا بعض الاخطاء الفرديه والجماعيه للاعبين، عملنا بعض التغييرات اللي كانت موافقه اليوم، دخول رفيق كبو، دخول احمد بالطيب وحسام الواتي اعطوا استقرار للفريق واعطونا نفس جديد، هما اللي عملوا الفارق اليوم والحمد لله جات ترشح. بالنسبة لهذا اللقاء هو اللقاء السادس بين الفريقين لحساب الكأس، وللمرة الثالثة وبعد 29 سنة يزيح نادي الصفاقسي الملعب التونسي في سباق الكأس، والمرة 24 يبلغ نادي الصفاقسي الدور الربع النهائي. سيدي احمد بالنسبه للمباراه هذه كما قال زميل شكيب الخويرتي انتصار بالطبيعه اكد من خلال نادي الصفاقسي صحته في هذا الموسم بالذات، بينما الملعب التونسي متاثر خاصه بالصعوبات اللي قاعد يعيشها الفريق، خاصه الصعوبات الماليه. خلينا نحكيو بالنسبه للاعبين 6 اشهر ما يحصلوش على الجرايات نتاعهم، عديد الغيابات من جانب الملعب التونسي اليوم. اي صحيح الملعب التونسي يمر بفتره صعيبه برشا، هذا ما ينكر حد، وماليه هما اللي خلاوه في الوضعيه هذه، مش نوادي اخرين اللي خلاوه، ماليه اللي هربوا عليه على برشا اشياء. انا بعيد ما عنديش فكره قد قدمي. وانت ماك من ماليه ولا؟ انا ماليه ونتشرف برشا باش نكون من ماليه. ايوه نتشرف برشا باش نكون من الملعب التونسي. تبقى بالنسبه للمقابله مقابله كاس، ماك تعرف كل كاس عنده مريول والبطوله عندها مريوله. بالنسبه للمقابله اليوم فنيا كان تحت المتوسط، بالاخص في الشوط الاولاني. نادي صفاقسي هبط المقابله اما منتصر قبل ما يلعب المقابله ولا مازال فارح بالبطوله، معناها ما وراش المستوى اللي يلزموا يوريه، معناها ما رينا شيء. بوكو ديشي فوسترا الوقفه كانت في بعض حالات غالطه ضد فريق اللي جا تكمش التالي ويلوح في الكور وين يجي ويقولوا يلعبوا في الهجومات المعاكسه. الهجومات المعاكسه مره ما تلعب بكاكه، فما مناطق تلعب بها اللي هي مساركل نتاع الميدان من غادي تبدا الهجمه المعاكسه، فهمت، سواء كان بكره طويله ولا حتى بكرات قصار من غادي تجمع. الملعب التونسي جا تكمش التالي فهمت، ويلوح الكره وين يجي. فما تكنيك اللي تسمى تكنيك دو فورس نتاع مدافع وقت اللي تخسر يلوح الكره وين يجي، هذيك التكنيك دو فورس. اما الكره راهي تخرج من الدفاع، اذا تلوح الكره وين يجي باش ياخذها المنافس ويجي. تكنيك مون نادي صفاقسي اقوى من الملعب التونسي. الملعب التونسي كان منظم دفاعيا، مش كان منظم، كان واقف دفاعيا مكمش التالي. كان الكره اللي كانت تخرج شويه بعينيها كي تجي على السلامي، كي تجي في ساقين السلامي. جاو هزوز في راس الملعب التونسي. حتى لو كان سجل الهدف الثاني نتاع روك، كان السيد هذايا جو مو دوموند كيفاش يلعب في الملعب التونسي، كيفاش خذاو الملعب التونسي. انا اتساءل كان مسؤولين الملعب التونسي يقوموا قداش عطاوها فلوس وقداش هو عطى المردود، يظل لازم يزيد حاجه للملعب التونسي. السيد ما عندوش علاقه بالكره كيفاش خذاوها، هذه سي لا موفيز جيستيون تكنيك. يعني كان سجل الفرصه 45 دقيقه ما كانش حتى ولو الملعب التونسي كان رابح 2 بشيء. الملعب نادي صفاقسي ولا الحاجه الاخرى نقولها لك، اللي راهو المخالفه اللي خذاها الملعب التونسي سجل بها الهدف النادي الصفاقسي ماهيش مخالفه. باهي تو نشوفها مع لا تنجم تشوفها مع السيد الواحد ماهيش مخالفه. ما نقولش الحكم موفيز فوا غلط فيها، خاطر الموقع نتاعو ما كانش بالكدا غلط، لكن ماهيش مخالفه. انا ريتها ماهيش مخالفه. يجي ديفي كيكونك او خبير التحكيم بجنبي، هذه الحاجه الاولى. بعد ما تسجل الهدف المعطيات تغيرت في الدوزيام ميطون. نادي صفاقسي رجع نادي صفاقسي خاطر البريمير ميطون كان يلعب 10 لور، المعطيات تغيرت وصارت تغييرات في الملعبيه. طلع في النسق الملعب التونسي فيزيكمون لاعبيته وقفوا، فهمت، مفروض كان تصير تحويرات في وسط الميدان، وبالاخص المهاجم الاولاني اللي هذا اوروكو، هذا السيد لا يفك كره،
لا يقلق محور الدفاع، لا يضرب بالراس، لا يسجل هدف، وجوده في الميدان مش ضد السيد. لكن كي نقدر انا الفريق شعطيه ملايين والاضافه اللي قدم فيها بالطبيعه، والاضافه اللي يقدم فيها هكا حاسب المسؤول يحاسب الملاعبي بالكيفيه هذه، مش يحاسبه على لونه ولا جنسيته. هذه حاجه. الحاجه الثانيه فما تحويرات مفروض وقت اللي وقفت وسط الميدان نتاع الملعب التونسي وقف ونادي صفاقسي يلعب بالعرض يهز فيه على اليسار، الملاعبيه ما عادش عندهم جهد، فهمت؟ ولاو بلوز اغريسيف نادي صفاقسي ويحلقوا في الفرص اتو مومون. فما حاجات ما دفاع الملعب التونسي ما ريتوش مره ضرب الكره وخرج لشر الميدان، يضرب الكره ويقعد في 30 متر نتاعو، مفروض النادي صفاقسي ياخذ الكره ويرجع. هذه حاجه. الحاجه الثانيه وقت اللي المنافس باش يعمل توشه طويله مفروض باش يعملها على ملاعبي، وقت اللي باش يعملها على ملاعبي الملاعب يلزم واحد قدامه وواحد وراه باش ما نجمش يلعب الكره بالتوالي باش يخدمها على الاخر. هما الملعب التونسي طايحين في البياج، هو يعمل في الكره طويله والاخر يقلب لهم، فهمت؟ وجات الركنيات، فهمت؟ الركنيات سجل بها الهدف الاولاني. فيما يخص اللياقه البدنيه نتاع الملعب التونسي ظهر اللي فريق حتى لو كان قعد، فهمت؟ في البرولونغاسيون النادي الصفاقسي كان ينجم ينتصر خاطر فنيا، وبدا رجع النادي الصفاقسي نتاع العاده نتاع تجريته تعب بالملعب التونسي. الاشكاليه في الملعب التونسي ما نقولوش اولاد صغار، اللي يقبض الشيك بالملايين ما عادش صغير، صغير اللي مازال كي تولد، اما اللي يتعدى يقبض الشيك بالملايين عندي انا مو صغير، واللي يخلط عمره 17 سنه في الكره ما هوش صغير. انا نفسر الكره هكايا، احتمال انا غلط نفسرها هكا الكره، فهمت؟ الملعب التونسي عندهم اشكاليه داخليه، انهزامهم مع فريق النادي الصفاقسي اللي يستحق باش يربح الملعب التونسي ما سرقش مقابلته، فهمت؟ ما سرقش مقابلته. الاشكاليه في مالي الملعب التونسي، مش الفايده كي نسبوا رئيس جمعيه ولا نتعداو على رئيس جمعيه راهو معناها باش نصلحوا جمعيه، الاشكاليه عندها سنوات. يزدحم شنو الحلول حسب رايك انت وانت يعني قريب من الجمعيه تو؟ لا ما بعيد على الجمعيه، وكان جيت قريب على الجمعيه ما تصيرش هكايا. كان جيت قريب للجمعيه ما تصيرش هكايا. انت مستعد باش ترجع؟ انا صحتي، وكان انا تبدا صحتي نجيب لهم الرئيس كيما حمدي المدب وغدوه نجيبه انا. كان صحتي تسمح لي تو كي نجيب كيما سليم الرياحي وحمدي المدب غدوه نجيب الرئيس الملعب التونسي. نبدلها بكلها انا الملعب التونسي، ما نخليهاش هكاكا، خاطر ما عادش اسمها الملعب التونسي. انا مشيت مع سيد الصدعاني سيد وزير الشباب والرياضه، كيف ريت دخلت الملعب كي وين يترين الملعب التونسي حومه ما ترناش كما الملعب، ما عندهاش ملعب، ولاد صغار ما عندهمش الملعب التونسي قطب من اقطاب الكره في تونس، اذا ما ليها شادين ديارهم وهربوا، مش الناس اللي تعيط وتسب معناها هما يحبوا جمعيه ويقروا في الملعب، وهذا مش في الملعب التونسي برك في النوادي الكل. ها وين وصلت اليوم الملعب التونسي. واضح. كنا حكينا على الزياره هذه سيد احمد، لو كان انت جبت على الحكايه هذه ناخذوا فحوى الزياره هذه شنو صار بالضبط بالنسبه للمركب باردو، حتى نعطيو الاخبار بالطبيعه لحباء الملعب التونسي. كان استدعاني سيد وزير الشباب والرياضه، مشيت حضرت، شاف عطى تعليمات الفلوس مصبوبه نتاع الملعب والناس تخدم في الملعب، ما همش اشتروا ما همش يخدموا فيه، ناس قاعدين على ارواحهم. فهمت؟ طلبت منه باش يعمل تيران ترطون الاولاد الصغار، عطاهم تعليمات باش يعمل تيران ترطون الاولاد الصغار ما عندهمش وين يترناو، الكبر ما عندهاش وين تترانى، فهمت؟ عطاهم تعليمات، عطاهم الامكانيات، فهمت؟ ماهيش قفه للوزير، لا طالب كرسي لا طالب خدمه عنده وراه الوزير، فهمت؟ الناس في القفه لحتى حد، ومن غاديك باش يتعدى الحي التضامن وحي الواحد. والله زعما حسيت عندك وريات كيف انا خاطر فما في قال لك خوف ولا لا ما قف انا ما نقريش لداري. لا واضح زد احمد، اكيد احنا كنا حكينا عليها الزياره هذه قبل حتى ما تمشي، وقلنا تاجلت وقتها للاثنين. هذا هو اللي نجم نعمل فقط مسؤولين الملعب التونسي ناس هربت من المشاكل، والأحباء انتظروا برشا، واللاعبين بالنسبه للمركب انتظروا برشا. الأحباء في كل النوادي هذه موجوده، تبقى الملعب التونسي الأحباء نتاعهم في عود يتكلموا في القهاوي ويحط شيشه ويجيب لي هذا وكذا، وكان عاون فريقه ب5 دينارات، فهمت؟ خاطر رئيس جمعيه كيلكو سوا سون نون اللي يعطي 100 و200 و300 مليون بارك الله فيه، فهمت؟ ينجم يزيدهم الاولاد ويقعد في داره باش ما يجي حد يقول له ديجاج ولا يسمعوا الكلام. اذا كان نجيو احباء فريق باش نسبوا، انا ماهوش صاحبي راهو رئيس جمعيه، باش نسبوا كل رئيس جمعيه
باش يجي وقت ما عادش تلقى حتى انسان باش يدق باب يقول لك راني مسؤول، ويجيو الناس هذوما يسيروا جمعيات. الملعب التونسي قطب من اقطاب الكره وخرج رجال وخرج عباد، هاي الوضعيه اللي وصل. ماهيش الكؤوس هي اللي تعمل لي جرون كلوب، لي جرون كلوب يعملوهم لي جرون ديريجون. اليوم لي جرون ديريجون اللي يدفعوا في المال، فهمتوا، اللي يدفعوا في الواحد هربوا من تتيح القدر وشدوا ديارهم. واضح سيدي احمد، ان شاء الله المستقبل يكون خير من هكا. بالنسبه لفريق الملعب التونسي نمشي معك سي مراد فيما يخص مردود الحكم في هذه المباراه. شكرا نيس. نمروا اللقطات اللي اخترناها من مباراة الملعب التونسي والنادي الصفاقسي، خذينا منها بعض الحالات التحكيمية. لو أمكن نمروا للحالة الأولى. الحالة الأولى عندنا فيها لقطة طيبة، هو التطبيق إتاحة الفرصة والأفضلية، وبعدها نرجع نتحدثوا مليح في اللقطة هذه. نشوفوا لاعب الملعب التونسي كيف يعترض يعني الكرة بيده، فوت دو لا مان، هذه فوت ديليبري. دونك هنا الحكم كان قريب واعطى الافضليه الاسبقيه. وفي مرحله ثانيه نشوفوا كيف لاعب الملعب التونسي كيف سيتدخل على لاعب النادي الصفاقسي. هو التدخل هنا انقضاض وفيه مخالفه، الحكم خلى الافونتاج، وهذا شيء طبيعي لانه ساهم في جماليه اللعب، وهذا المطلوب من الحكام. وفي مرحله ثانيه نشوفوا الاعاقه والتاكلينج اللي وقع هنا، الانقضاض على لاعب النادي الصفاقسي، والصوره واضحه على خط التماس. الحكم في الحاله هذه ظفر. هنا يقول لقائل يقول ليس لناس، لما الحكم سيب لافونتاج من المفروض في اول توقف للكره يرجع للاعب اللي يلمس الكره باليد نتاعه ويشهر في وجه البطاقه الصفراء، لانه اراد من هذا التدخل ايقاف اللعب، وكان ربما يحرم فريق النادي الصفاقسي من لوكازيون بروموتوز، يعني فرصه واعده، وبالتالي شيء جميل قام به، ولكن كان من المفروض عليه باش يرجع للاعب اللي قام بلمس الكره باليد متعمدا واشهار البطاقه الصفراء في وجهه. أيوة. العمليه الثانيه اللي عندنا هو ركله الجزاء، يعني المطالبه بركله الجزاء. نشاهدوا هنا توزيعه في العمق من لاعب النادي الصفاقسي، نشوفوا اللاعب يتحصل على الكره هنا، المهاجم النادي الصفاقسي، ويستحوذ على الكره ويحاول باش يتجاوز حارس المرمى. هذا الاخير يقوم كذلك بانقضاض وما يلعبش الكره ويلعب رجليه، يعني مهاجم النادي الصفاقسي، والخطا هنا موجود. او العمليه ثانيه نشاهدوها، كره في العمق، الكرة تمشي من لاعب زميل اللي وزع الكرة. نشوفوا اللاعب هنا يكاد يكون مسيطر على الكرة أو يروض الكرة، وحارس المرمى لم يفلح في الاستحواذ على الكرة. لو كان هنا حارس المرمى لعب الكرة لشفنا اللي الكرة تتغير الاتجاه نتاعها، ولكن في هذه الحالة لا لحظة تفضل سي حاتم. الإشكال احنا ما عندناش لي كاميرات تصور، دونك الكرة تنجم ضربت ما بين ساق الديفونسور والجارديان طلعت الفوق، معناها ما نجم تحكم عليها صحيحه الا ما تبدا عندنا معناها كاميرا تصور من بلاصه باش تبين اللي ساق الملاعبي مس هالكره. انا نظن حسب اعتقادي انه الملاعبي مس والجارديان مسوا فرد وقت الكره، خاطر طلعت الفوق نورمالمون كان مسها وحده الجوار، دونك تمشي لقدام. دونك انا حسيت هكا احنا اللي خصينا يعني لمس مشترك للكره الوطنيه مسؤوله باش تحسن في ولا حتى كنت توفر لنا كاميرات وثلاثه مرحبا. في خصوص انا نظن هكا في خصوص رايك محترم اخويا حاتم، ولكن شوف احنا شفنا الكره واللقطه، الكاميرا هذه اللي بيجمها تكون يعني فيديو دريال، ربما تكون الصوره اوضح صحيح، ولكن العمليه هاو مره ثانيه نشوفوا فيها. شوفوا اول ما لمس الكره هو المهاجم حاتم، ركز مليح ركز مليح، ولكن العمليه هذه لو كان حارس المرمى لعب الكره بكلتا يديه خاطر المسافه قريبه جدا. مش بيديه معنا ضربوا في بعضهم. تفرج شوف الكره شو واضحه الصوره. شوف المهاجم هو الذي روض الكره، يعني حاول باش يتجاوز حارس المرمى، ولكن شوفوا اليدين نتاع حارس المرمى الكره طلعت لفوق. يا حاتم في هذه الحاله لو حارس المرمى بالقرب هذاك لو كان لعب بالكره كان يستحوذ على الكره جمله وتفصيل. الكرة ما تفلتش من قبضة يديه في هذه الحالة. تفلت. لا ما ينجمش. الكرة لمست في المهاجم ولمست في حارس المرمى وطلعت فوق يعني. ولكن حارس المرمى لعب برجلين المهاجم. واضح. وبالتالي هنا الخطأ موجود في هذه الحالة ولا لبس فيه. ولكن دائما نحب نقول خويا حاتم رايك محترم راهو. نتعداو انا نلوم في الكاميرا مش في الوحدة. ان شاء الله تتوفر هذاك وين يحب يوصل هو حاتم. ان شاء الله يعني تتوفر الظروف لما لا. هنا باش نجيو للمخالفة اللي اعلن عليها الحكم لفايدة الملعب التونسي واللي سبق تكلم عليها سيد احمد. او نشاهدوا العمليه هنا، نشوفوا كره كيف في العمق، نشوفوا لاعب النادي الصفاقسي مرر الكره للمهاجم نتاعو، نشوفوا هنا عمليه التاكلينج اللي باش تقع، لاعب رقم 7 يحاول باش يلعب الكره،
لاعب النادي الصفاقسي الرجل نتاعو تمتد، ما فماش التحام بينه وبين لاعب الملعب التونسي. شوف لاعب الملعب التونسي كيفاش هيأ نفسه من الوهله الاولى باش يسقط. وهنا نحب نفتح قوس انيس في هذه المناطق في الملاعب فما لاعبين تبارك الله يكونوا اذكياء، وايمن عبد النور وحاتم هنا يحبذوا هالمساحات هذه، وربما حتى سيد احمد هنا يشاطرني الراي كونه يحبذ مخالفه على الاكستريميتي لا سيرفاس دو ريباراسيون في منطقه الجزاء، لانه فيهم لاعبيه دي تكنيسيان ينجموا يسدس. والحال موجود عندنا هنا، شفنا كيفاش اسامه السلامي في اللقطه هذه باش نشوفوه يسدد مباشره الركله الحره المباشره. هنا ما فماش التحام، نشوفوا كيفاش لاعب الملعب التونسي هو الذي يلقي بنفسه، والالتحام غير موجود في هذه الحاله، وكان على الحكم ان يمر ولا يعلن على ركله مخالفه مباشره. ماهيش مخالفه. هدف جميل. اي لكن الهدف الجميل لابد باش يكون مجموعه مخالفه اللي هي مباشره. احنا حبينا نقولوا اللي المخالفه غير موجوده في هذه الحاله. حتى كيف في غلطه خليها نشوفوا هدف مش مشكله. لا هو الهدف جميل سي فاتح، ما فيش كلام فيه. ما فماش فوت ما جاش الهدف. ولا احنا لكن احنا قاعدين نتناقش وقاعدين نحلوا في عمليه المخالفه، عمليه المخالفه وجودها من عدمها. اللقطه المواليه يا سي مراد. ما تلقوش بعض حكام انا قلت على جمعيتي. لا الامور هذا بالطبيعه في اطار المصداقيه. ما فماش جمعيه واضح. لا نحكي كي تبدا الامور في اللقطات. سي مراد نواصلوا، ما عادش عندنا برشا وقت، مازال المباريات. ايوه اللقطه الرابعه اللي عندنا هنا باش نشاهدوا عمليه لمس كره باليد. شوفوا هنا كيفاش اللاعب يلمس الكره باليد بطريقه عفويه، كره داخل منطقه جزاء باش نشوفوا حارس المرمى يصعد ويضرب الكره باليد نتاعو. الكره ترجع امام لاعب رقم 21 اللي حاول باش يروض الكره ويرجع الكره، ولكن يتفاجأ بلمس الكره باليد هنا غير متعمد، وبالتالي حسنا فعل الحكم بتركه للاعب يتواصل. ما فماش لمس مخالف باليد، لانه فوجئ هذا اللاعب ان الكره ترتطم باليد نتاعو، وبالتالي الخطا غير موجود وغير متوفر. اللقطه المواليه اللي عندنا باش نشاهدوا كرة تجاوزت او لم تتجاوز الخط النهائي للمرمى. نشوفوا الهجمه معاكسه على الجهه اليسرى، لاعب النادي الصفاقسي يتوغل ويحاول باش بالرجل اليسرى، او صوره اوضح هنا شوفوا كيفاش لاعب النادي الصفاقسي مر الكره لزميله اللاعب رقم 10 هذا الاخير بالساق اليسرى يروض الكره ويحاول باش يتجاوز المنافس نتاعو، ولكن في عمليه ثانيه يروض الكره والكره تكون سريعه نوعا ما، يلتحق بالكره عساه ان يمرر الكره ويقوم بتوزيعها، ولكن الكره باش نشاهدوها كيفاش تغادر باكملها المحيط نتاعها الكل، يغادر الخط النهائي للمرمى. هذه صوره اولى، ولكن باش نشاهدوا صوره اوضح. عندنا كاميرا اخرى حاتم هنا. او الصوره هذه باش تكون اوضح. سي حاتم ركز معايا يا حاتم. شوف الكره كيفاش في تونس لازمنا نركز، انا نحبش نركز، نحب كاميرا تصوري لي برا. واضحه، والكاميرا هذه واضحه باذن الله باش نشوفوا الكاميرا واضحه. الكره الخط. شوفوا اللاعب رقم 10 كيفاش يحاول باش يتجاوز، وفعلا يتجاوز المدافع الملعب التونسي رقم 20، ولكن الكره تمشي اسرع من اللاعب هذا. شوفوا يحاول باش يلتحق بالكره، يحاول باش يوزع. هو هنا في عمليه اولى نشوفوا الكره على الخط النهائي للمرمى تتجاوز او حتى في الهواء وتفوت باكملها. وهنا المساعد الحكم والحكم كان يعني زوز محقين في اعلانهم على رميه 5 متر و50. واضح. اللقطه الثانيه اللي عندنا كذلك هو عدم الاعلان على ركله جزاء، والحكم هنا محق في ذلك. نشوفوا توغل والحكم يمشي للاعب هنا ويقوم بانذاره والاعلان على مخالفه غير مباشره، لانه لاعب النادي الصفاقسي هنا مسيطر على الكرة بعملية فنية، يحاول باش يتجاوز لاعب الملعب التونسي المدافع. نشوفوا كيفاش يشرع يعني قبل الالتحام، اللاعب نفسانيا مهيئ نفسه باش يسقط داخل مناطق الجزاء، وبالتالي حتى في يعني القانون هنا يقول لك ان كونتاكت مينيمال، التحام يعني طفيف لا يولد يعني مخالفه، وبالتالي هنا لاعب مهاجم النادي الصفاقسي ارتمى، والسقوط داخل منطقه جزاء سقوط ارادي ومجاني، وبالتالي في اللقطه هذه ما فماش كذلك خطا، والحكم محق ب يعني الاعلان على مخالفه غير مباشره سيمولاسيون تمويه واسناده للبطاقه الصفراء، وهو محق في القرار نتاعو. واضح. اللقطه كيف هنا السابعه اللي عندنا باش نشوفوا مخالفه نتاع لمس كره باليد، أو هنا الحكم أعلن على المخالفة، كذلك فيه لمس كرة باليد مقصود، الحكم يتجه. شوفوا هنا اليد تمتد وفما
قصد من ايقاف الهجمه، الكره كانت متجهه للمنافس، وبالتالي هنا الحكم كان عليه ان يشهر كذلك البطاقه الصفراء. ما فماش هنا القانون الماده 12 تقول لك مثل هذه العمليات اللاعب الذي يتعمد ايقاف الكره بلعب الكره باليد، هنا خصوصا لما تكون الكره فيها فرصه واعده وحرمان المنافس من الاستحواذ على الكره، وانا كمدافع نوقف الكره باليد نتاعي، لا اكتفي كحكم بالاعلان على المخالفه الفنيه اللي هي مخالفه مباشره، ولا يمكن للحكم ان يتغافل على اسناد بطاقه صفراء، وهذا هو قرار منقوص من طرف الحكم كذلك. واضح. هنا مطالبه في اللقطه الثامنه نشوفوا مطالبه بركله الجزاء، شوفوا توزيعه داخل المنطقه. نحب هنا نتحدثوا لانه يكثر الجدل في حديث مثل هذه اللقطات انيس. شوفوا اللاعب هنا مدافع الملعب التونسي، هنا زميله يقوم بعمليه يعني باش يحاول يلعب الكره ويمنع المرمى نتاعو يعني باش ما يتسجلوش هدف. نشوف اليد نتاع زميله اللي هو قدامه كيفاش ترتفع الى اعلى، وهنا لا يحق للمدافع ان يكون في هذه الوضعيه، لانه الوضعيه هذه تاخذ مساحه اكثر. ونشوفوا كيفاش الكره تمتد، اليد عفوا تمتد الى الكره وتقف الكره هنا، وبالتالي كان على الحكم في هذه العمليه ايضا ان يعلن على ركله جزاء، ولكنه لم يقم بهذه العمليه. اليد اخذت مساحه اكثر من المساحه نتاعها، وهنا قرار الحكم قرار خاطئ. العملية الأخيرة؟ العملية اللي عندنا هذه هي الأخيرة اللي كنا نشوفوا فيها، وهذا معنا في مباراة الملعب التونسي.